الرقابة الأبوية. قبل ما تشتري لابنك تليفون وتديهوله في ايديه عشان ترتاح من زنه، نزل تطبيق الرقابة الأبوية عشان تقدر تقول ان ابنك يمسك التليفون وقت قد كذا في اليوم، يقدر يشغل تطبيقات معينة، غير كده ما يقدرش يشغل. تقدر تعمل حظر او تعمل فلتر للحاجات السيرش اللي بيعملها عشان ما يخشش على اي حاجة مش مظبوطة ومش كويسة. تقدر تحدد وقت معين للنوم، وقت للعشاء، حتى لو كنت بعيد عن ابنك، حتى لو كنت منفصل عن والدته. كل الحاجات دي تقدر تعملها من التطبيق. كمان تقدر تعرف مكانه في انهي مكان، في المدرسة، في البيت، عن طريق الجي بي اس. هتقدر تاخد تقرير اسبوعي ابنك عمل ايه طول الاسبوع، اتفرج على ايه، شاهد ايه، كل حاجة. تشغل تطبيقات، تحظر تطبيقات، كل حاجة. ولادك يستحقوا منك الرعاية حتى لو انت مش فاضي وبعيد عنهم. لو ما كنتش تعرف التطبيق قبل كده وعرفته من خلالي، لينك التطبيق اسيبهولك في الديسكريبشن. شير ولايك وسبسكرايب. ولادنا اهم حاجة في حياتنا.